أهلا بإيطاليا من ناحية ولا عمره حدا ورجاك إياها. إيطاليا المشردة والمدمرة. كلنا لما نسمع عن إيطاليا بنسمع عن إيطاليا الحلوة والبيتزا وجبال الألب ومش عارف شو، بس ما حدا بيقول لك إنه إيطاليا فيها 6000 مدينة مهجورة زي هيك، مهجورة فيش فيها ليش. هذه مدينة صابها زلزال وتدمرت بالكامل، ما فيش فيها ولا إشي، خرابة يعني. محسوبكم نمت هنا، نمت أنا جوا بك تريح الدنيا، بس بعضكم نمت هنا. شوف يا عمي، شوف بدك أحسن من هيك نومي؟ بدل ما الواحد ينام بين 4 حيطان تصحى تلاقي حيط فوقك، أي تصحى يا عم تلاقي حياة، تلاقي جبال قبالك. هذا الله أعلم إذا يسقط فيه ولا لأ. اليوم بدي أخذكم برحلة للجانب المظلم من إيطاليا. رح نزور 4 مدن مهجرة، نحاول نستكشفها، نسأل عن ماضيها، ونبحث عن ناس محليين يحكوا لنا قصصها. المدينة الأولى كاراكو، انتو شفتوها حلوة بالبداية، بس سنة وصلنا لهناك رحلة رعب أخو شيلن. أنا شكل هالقناة رح تتحول لقناة رعب ومغامرات وأدغال وأشياء بتخوف. ولكم وين أنا أقسم بالله ماني عارف وين أنا. وفيش شيء قدامي، صار لي بجوز نص ساعة هيك. يا بي العتمة، ولا ضوء ولا سيارة ولا إشي. شو ها؟ مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفي نطستني. سكت كلبي. بسم الله. السلام عليكم. إذا في حدا يطلع لو سمحت، يعني لو سمحت. يما حبل المشنكة ليش؟ شرفي بنطس. شوفوا هذا هسه لما سد يا زلمة نطسني. اسمع، هذا مجنزر يعني، شيء مش طبيعي، مش خفيف. كل محل مسجر. طلع هنا مسجر، هنا مسجر، طلع هنا مسجر، هنا مسجر. من هنا نطيت أنا، يعني زي اللي ممنوع تعبر، زي اللي أبصر شو فيه جوا. مسجر. شوف ليش مسجرينه كله؟ بدي أنط ثواني شوي. ليش شايف لما عبرت زركت من هنا، زركت. حاولت أفتحه على الفاضي، بس هذا الخزق راح يودي للبرج فوق. الله أعلم. يمه عندك سلم من هنا، سلم من هنا. ليش بدي صندوق هذا؟ يا حبيبي. اشتغل على فوق. طلعنا على الفاضي يا ابوي. راح اعمل الشنطة وبدي ازرق من الباب يا بي. يلا عليكم. طيب الليلة التخييمة هنا ان شاء الله. بكيت بدي اطلع فوق البرج، فوق على الاخر، نشوف كل البلد. اما يلا خيم هيك، لو تشوفوا السما يا الله منظرها بجنن اقسم بالله. يلا نراكم غدا، تصبحوا على خير. Good morning.
اسمعوه بتجنن المنطقة. بعد مغامرة مزيج ما بين الجمال والرعب رحت للمدينة الثانية، مدينة برضو صابها زلزال فالناس طلعوا منها، أما على ما يبدو بآخر سنين رجعوا يعمروا فيها. فخلونا نروح على طلعوا. الله أكبر. مكفول برضه كله مكفن. طلعوش انه هذول الناس اللي بكوا عايشين هنا صورة لإلهم. صور كيف بكت القرية زمان. يا الله عرس. سبحان الله، تتخيل الشعور هذا كله بكى فيه بشر عايشين هنا وهسه ولا بني آدم. يا الله. يا رب بدون أشباح، يا رب بدون أشباح. You were everything. هذا شكله واحد حبيبته مدشرته. إيطاليا أنا مش فاهم المشي. جيوغرافيا، فهمتها هذه. هذا باكين يدرسوا المريخ هنا، عشان هيك تهجرت القرية. وراك شو مكاتيب. تخيل لك $1000. 9,80. Yeah. Desert this place. Okay. In 2014, 2040, Restarting here. Okay. Open. Restaurant, hotel. Okay. Okay. That's cool. That's cool. Can I have something to drink? Yes. Can I buy some? What do you have? No alcohol. No alcohol. Coca. Cola, Fanta. Yeah. Okay. Good. What's your name? What? كالورينا. هذه أعطتني إياها هدية. This was here. Yes. This castle. First the restaurant. And that's the name of the town. yes, and a little street on first the restaurant. Yeah. Yeah. Restaurant. هذا الشوارع قبل كيف بكت. هنا شوفوا. واو. That's cool. And you live all here? See. Yeah? So, thank you very much. No need. Thank you. Thank you really. طلع عملت لي أكل. قوم يخدني هذا. قوم يخدني. ضروري. طعم مش لبوه. The castle. This one. هذا المكان القصر هناك. Here. مش لبها. I can sit here. Okay, thank you. الزلمة طلع أعطوني أكل وأعطوني الغرفة هذه لحالي أقعد فيها، آخر شيء بينيموني عندهم. طلع ما شاء الله. عندك هنا حمام ومغسلة. الله. Thank you very much. Thank you. Really, thank you. Bye. Thank you. Ciao. هذه المدينة مثال حلو لباقي المدن المهجرة، لأنها بالأصل خراب زي المدينة الأولى اللي زرناها، بس مع شوية وقت وشغل حولوها لمنطقة يجوا عليها الزوار من أنحاء العالم. صح إنه لسه أغلبها مدمر، بس شوي بيسترجعوا فيها. وهيك بعد ما لفيت فيها شوية انطلقنا على المدينة الثالثة اللي كل أهلها تركوها إلا إنسان غريب ظل عايش فيها لحاله، على أمل إني ألتقي فيه وأسمع قصته وقصة المدينة.
وصلنا للقرية الثانية. شوفوا كيف مدعمين الجوانب وكلياتهم مشميه ليش. وانا خايف يطير علي هسه. انا الصراحة هنا مش جاي عشان القرية، في واحد عايش هنا. سانتا. Io sono del 48, io sono qua dal 97. Sono begli anni. Qua è la più bella terra del pianeta. قالوا لي هسه بالمدينة انه بالمستشفى. على حظي سبحان الله. طيب شوف كلياتهم مدعم. الله. طيب سانتا مش موجود، انا جيت على القرية هذه خصوصي عشانه يخرفنا قصة حياته وشو بيسوي. اشتريت كلم وورقة الكيت دبرت بدنا نكتب له رسالة حب من رجل لرجل. بالمستشفى سألت الناس اللي هنا وسألت إذا من واحد قالوا لي كلهم بالمستشفى. سألتهم أي مستشفى بيعرفوش أو مش عارفهم بدهم مش يقولوا لي أعتقد لا بيعرفوش. فبدي أكتب له رسالة إن شاء الله بس يروح بيشوفها بفرح. واحد بيعرفوش جالس سائل عنه ليش لا. طيب بدي أكتب له بالإيطالي بدنا نستعمل جوجل. إلى عزيزي الرجل الذي يسكن هنا، اسمي زين من فلسطين. أنا أسافر حول العالم من أجل اكتشافه والتعرف على الناس الفريدة مثلك. الله الله يا عمي مواهب. إنه يؤلمني أنك في المستشفى، أتمنى أن تتعافى وترجع سالما بأقرب وقت. والله مبهور من نفسي أنا ما شاء الله. للأسف لم تتح الفرصة لنا أن نتعارف. أتمنى أن ترى رسالتي هذه وكن على علم أن هناك الكثير من الناس يحبونك ويريدون لقاءك. أنا واحد منهم. أتمنى لك السعادة. شو بيقولوها يعني الفان تاعك معجب بك وقصة حياتك. زين. الله هسه نكتبها بالإيطالي. ثواني هذه قصة طويلة بعرفش أكتب إيطالي أنا. جوجل حج جوجل ترجم لنا وبدنا نسخن نسخ. لحبيبتي ما كتبتش رسالة. صفحة شاملة. هذه ترجمتها بجوجل يمي. والله لما يشوفها راح يتأسف كلها كلمة واضح. يلا بدي أغلفها وراح أودي له إياها. طيب حطيتها بظرف أكل معيش شيء ثاني أحطها فيه. حتى نشوف. نروح على دار سانتا. هذه دار لسانتا. شفته بفيديو طلع من هذه البرندة مرة والله أعلم راح تكون هنية. ها هذا هذا شكله. يا الله أنا خايف مات. ليش حاطين صورته هنا؟ طيب تغطيها هيك ممتاز. إن شاء الله بتمطرش عليها. هاي حطينا رسالة لسانتا إن شاء الله يشوفها برجع من المستشفى يلاقي حدا كاتب له إشي بفرح. الواحد هذا عايش لحاله فيش ولا مخلوق عنده هنا. بسم الله. شو هذا باب شو دي يفتحه؟ مش مكفول بس شو دي يفتحه؟ يا بي زعلان على سانتا اقسم بالله كدلك فيه. كل الجاني بكت عشانه هنا. انت شوف. فتح. ما شاء الله. يا خفيه الفيه. مقفول. العادة كيف لما تعبر بلعبة على غرفة شايفين هذولاك الجرات كل جرة بيبقى فيها اشي بتاخذه. واحد للحياة واحد مثلا اشي هيك سيف هيك شغلات. العادة زي اللي عبرت على هيك غرفة. مع السلامة.
كل محل بطلع منه هذا مش راح ارجع له كل حياتي والله اعلم، لانه الواحد ما عندوش عمر. لو حتى عندك 1000 سنة مش راح تلف العالم كله وتروح على كل محل، فكل محل بتروح له خلاص بدك تودعه. هذا الاشي المحزن بالسفر. مع السلامة. يلا على المحل الرابع، آخر نقطة. المدينة الأولى اللي زرناها بكت خراب ودمار كامل. المدينة الثانية برضو خراب بس بيعمروا فيها. مدينة سانتا شكلها أشلب بس فيش فيها إشي وعايش فيها سانتا لحاله. اسمحوا لي أخذكم على المدينة الرابعة والأخيرة اللي بتعطينا أمل للحياة ومثال حلو لهذه المدن المهجرة. أهلا بسانتو ستيفانو، القرية الرابعة والأخيرة. ولا مخلوق ولا حس ولا مصرخ. يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي. هذه هي البلد. هسه قريت عنها، البلد بتدفع للناس انهم ييجوا يعيشوا فيها مشان يرجعوها للحياة زي ما تقول. هي بتدفع للناس تعالوا اشتغلوا هنا وعيشوا هنا واحنا بنعطيكم مصاري. والله حلو الفكرة، هات الروح. طيب انا بنص البلد، صدق كده بيطلع لي حدا نشخ تحتي، حاس حالي من باب الحارة العادي هيك بالضبط. يلي بده يتحدى هي زين من هدا، فيني اللي بيحمل قرية. والكون بتجنن القرية ما شاء الله، بتجنن. طلعوا هيك المنظر القديم بس لما جددوه مع الضواء شيء يا الله روعة. والله لو واحد بده يحب مع حبيبته شو تتمشى هنا شيء حلو على الآخر رومانسي. ثاني يوم الدنيا بكت زوابع، فبكى صعب اني اكتشف المدينة. اما طلع فيها مقبرة، مطاعم، اوتيلات وكهف حلو تحت الارض. عجيب سبحان الله كيف ممكن قرية تتحول من خراب بهذا الشكل لهذا الجمال. هذه المدينة لازم تكون عبرة لباقي المدن المهجرة بايطاليا. اما مليح يخلوا لهم كم واحد مدمرة للناس المشردين زيي. هي كانت ايطاليا من وجهة نظر ثانية. نراكم في الحلقة القادمة.